بعد ما حملت اوبر عشان سمعت ان هو بابا المجال وهيريحنا بقى من عك كتير. وبصراحه انا جربته كام يوم في القاهره، كان الشغل فيه نوعا ما كويس وبيطلعك من اماكن وحشه والاوردرات فيه كتير، والكيلو حتى لو في المشاوير الطويله بيبقى 7 8 جنيه، لكن مع العروض والبونص اللي بتجيلك ممكن الكيلو يقف ب 10 جنيه و11 جنيه. قلت بقى انزل على اسكندريه عشان بعد كده اطلع على الساحل الشمالي واشتغل واجرب بقى بالمره اوبر، عشان ما بيشتغلش معايا في الساحل فاشتغل في اسكندريه شويه عشان اجرب البرنامج واعمل مقارنه بين اوبر واندرايف وديدي. واكتشفت بقى يا معلم ان اوبر بابا المجال في اسكندريه، هو يعتبر بابا المجال في منافسه اندرايف وديدي في الحقاره وتدني الاسعار. والله يكون في عون الكباتن بتوع اسكندريه اللي بيشتغل على تطبيق اوبر، لان المشاوير اسعارها ما يعلم بها الا ربنا، وخصوصا سيفر واكس سيفر اسعار راحه في داهيه. وطبعا اوبر معوده العميل ان هو يركب في اي فئه من الفئات لازم التكييف يكون شغال والا هينزل يديك تقييم نجمه، وطبعا اوبر عندها حساسيه من موضوع التقييم. خلاصه تجربتي في اسكندريه 3 ايام بجرب الشغل في اوبر وفي ديدي واندرايف. اندرايف اسعاره في بعض الاماكن وبعض الاوقات بتبقى معقوله، يعني تقدر تاخد الكيلو ب 8 وب 9، بس هو رخامته زي ديدي موضوع التفاوض وحرقه الاعصاب ان انت تقعد تعلي على العميل والعميل يرفض، بس بنسبه احسن من ديدي شويه. عميل اندرايف اغلبه يعني بيحط التسعيره ممكن تكون العادله او قريبه من العادله، انا مش عارف احدد والله، وممكن ترفع عليه بنسبه كبيره بيوافق. عميل ديدي بيحط السعر بتاعه اقل سعر موجود في البرنامج، حتى لو العميل ده مقتدر ماديا. هي الشركه قالت له ان في فصال، واحنا كثقافه شعب مصري او شعوب عامه اي واحد انت عندك خدمه او ميزه، انا بقول لك الحاجه دي بقد كده وممكن تفاصل فيها، حتى لو انت معاك فلوس فهتفاصل، حتى لو انت معاك فلوسها فهتفاصل فيها، لان انا كشركه سمحت لك انك تفاصل. فتزود على العميل بقى في ديدي المشوار، لو هتزود عليه 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه هو المبلغ اللي هو حاطه. طب يا عم ده كيلو مش محصل 4 جنيه، هو ما يعرفش الكلام ده، الشركه سامحه لي بكده والموضوع عرض وطلب. فديدي واندرايف بيتنافسوا في الموضوع ده. مؤخرا بقى اوبر دخلت على الخط في موضوع الرادار اللي هم عاملينه جديد ده، بتطلع لك رحلات يبقى المسافه بينك وبين العميل وتحديدا في اسكندريه 2 كيلو 3 كيلو، تلاقي ان انت عشان توصل لل 2 كيلو وال 3 كيلو دول هتاخد لك 10 دقائق ربع ساعه، واحيانا بتوصل والله ل 26 دقيقه او 30 دقيقه. وبعد كده توصل العميل المشوار ال 5 كيلو وال 6 كيلو هتوصله له في ثلث ساعه ونص ساعه. ده المشاوير الصغيره، وبيجي لك بقى مشاوير ب 37 وب 38 ويقول لك ان العميل دافع اكراميه جنيه، بناقص الاكراميه بتاعتك مش عايزينها، بس تحط الاسعار العادله اللي تتناسب مع 2026 بالدخل بتاع 2026 واسعار قطع الغيار والاسعار الغاليه. لكن هم للاسف في اسكندريه وفي الاقاليم بيستغلوا ان العربيات كتير والناس بقى عايزه تشتغل والناس عليها التزامات وعليها اقساط والكلام ده كله، فهو الاسعار بتاعتنا كده عاجبك عاجبك مش عاجبك ما تشتغلش. طبعا الوضع مختلف شويه في القاهره، اسعار اوبر كويسه نوعا ما يعني. ديدي بالنسبه للعروض بتاعته في اسكندريه لما بيكون في عروض وقت معين، مثلا بيقول لك من الساعه 2 للساعه 7 زيرو عموله. بعض الاماكن اللي بيكون فيها زحمه وريت وسيرج عالي وكده يبقى المشوار مثلا تلاقي 3 كيلو ولا 4 كيلو يعملوا لهم 120 و130 جنيه، ولكن الكلام ده مش على طول. هتشتغل في الاوقات العاديه هتلاقي ان الاسعار راحه في داهيه، والكيلو مش محصل في المشاوير الطويله 6 جنيه و7 جنيه، واحيانا 4 جنيه و5 جنيه. وامبارح انا شايف مشاوير على اوبر 60 كيلو على موضوع الرادار اللي بيجي ده، 60 كيلو ب 300 جنيه. لما قلت عليه بابا المجال الكلام ده كان في القاهره بالنسبه لي عشان ريحني من حاجه واحده بس، وهي موضوع الفصال مع العميل، ان انا افتح البرنامج واقعد اتفاوض من الصبح بقى مع عميل ديدي او عميل اندرايف اللي بيرمي لي شويه اوردرات بقى سوق الخضار، واللي يلحق ينقي. فانا ما بحبش الموضوع ده خالص، فهو اوبر ريحني في القصه دي. ولكن موضوع الرادار اللي هو عامله برضو بدا بالتدريج كده يعمل واحده واحده كده زي نظام اندرايف، يرمي لك شويه اوردرات واللي يلحق بقى ياخد الاوردر ده ياخده. وواحده واحده مش بعيد ممكن يعمل زي اندرايف وتبقى الاوردرات كلها سويقه بقى ويفتحها لك على البحري والعميل يخش يفاصل ونقعد نناهد مع بعض. الخلاصه يا جماعه، معاك عربيتك اتكل على الله وربنا هيكرمك وهتشتغل، وما تشتريش عربيه جديده بالتقسيط او ما تخشش المجال دلوقتي غير لما نشوف اخرتها ايه، لان الاسعار اللي انا بقول لكم عليها دي كمان اسعار ال3 شهور بتوع الصيف السيزون. انتوا متخيلين احنا في شهر كام؟ احنا في 8، عز الشغل، والمفروض الاسعار اصلا تبقى يعني طبيعيه، مش هقول لك بقى تبقى عاليه، طبيعيه. شايف ان احنا بنضحك عليك وبنديك نصايح وبقول لك نصيحه بالغلط او في الفاضي؟ انزل اجر عربيه لمده شهر واشتغل وجرب بنفسك، وعدي الصيف واشتغل اول 9 يا معلم، اجر عربيه برضو لمده شهر. شوف بقى انت كده بنفسك هل هتقدر تسد 15000 جنيه قسط عربيه وتشتغل لمده 5 سنين على نفس الريتم، ما تريحش ما تاجزش عربيتك ما تعطلش ما تتعبش؟
هل هتقدر ان انت تسد على الموضوع ده؟ هتقدر بقى بخلاف ال 15000 تشيل شهريا 6000 جنيه غيار زيت وصيانه، هتغير زيت على الاقل مرتين، غيار زيت وصيانه وفلوس للطوارئ عشان لو لا قدر الله حصل حاجه في العربيه، وال 6000 دول ولا حاجه، انا بديك الحد الادنى لانك بس لما هتغير زيت وفلتر كده بنتكلم في اقل واجب 3000 جنيه. فال 3000 التانيين 100 جنيه في اليوم، ده لو بتشتغل 30 يوم. فهل هتقدر تعمل ده بخلاف مصروفك الشخصي في اليوم؟ هتقدر تعمل الكلام ده؟ سلام يا بابا المجال.